بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، مر معنا في الدرس المتقدم الكلام على دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة. تقدم أنه كان في شوال السنة الأولى من الهجرة، وكان عمرها 9 سنين. وجاء أن في بعض الروايات أن عمرها 10 سنين، أي أنها دخلت في السنة العاشرة. فمن عادة العرب أنهم بعض الأحيان يذكرون السنة ويتركون الكسر، وبعض الأحيان يذكرون الكسر، أي مثلا 9 سنين وأشهر يقولوا 9 سنين. وإذا كان وفي بعض الأحيان مثلا 9 سنين و5 أشهر يقولوا عمرها 9 سنين. وفي بعض الأحيان يقولوا 10 سنين، أي مع الكسر والزيادة، 9 سنين و5 أشهر، إذا دخلت في السنة العاشرة. وأيضا مر معنا مشروعية الأذان، وأن كان أيضا في السنة الأولى من الهجرة. وتقدم معنا أن الأذان شرع في المدينة، وأما مكة لم يكن الأذان مشروع. وقد تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كيف يجمع الناس للصلاة، فقد كانوا يجتمعون وقت الصلاة، يجتمعون بغير أذان ولا شيء. فقال بعضهم نجعل ناقوس كناقوس النصارى، وقال بعضهم نجعل قرن كقرن اليهود ينادون به. وقال بعضهم ننادي بالصلاة جامعة، عمر قال ننادي بالصلاة جامعة، فكانوا ينادوا الصلاة جامعة لما إلى أن رأى عبد الله ابن زيد رضي الله عنه الرؤيا التي فيها الأذان، تعليم الأذان وكذلك الإقامة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا أن عمر أيضا جاء فقال رأيت مثل رؤياه، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعبد الله بن زيد اذهب إلى بلال فعلمه الأذان فإنه أندى صوت منك، أي أقوى صوت منك. فعلم عبد الله بن زيد بلالا الأذان، فأذن بلال، إنه كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ابن أم مكتوم، قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، ابن أم مكتوم وبلال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب. وغزوة الأبواء تقدم معنا منطقة. من الذي مات في الأبواء؟ تقدمت معنا المنطقة مات فيها أحد من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. من؟ تذكروا الأبيات الأولى. لا، تقدم معنا حمزة، لم يقتل إلى الآن. من الذي مات من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمه. ماذا قال المؤلف؟ وفاة أمه على أبوائه. أيوة. هذه منطقة تبعد في هنا وادي من أودية الحجاز، وقالوا تبعد عن المدينة حوالي 250 كيلو. قال: وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذه أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. والغزوة
هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. سيأتي معنا السرية هي التي يرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصحابة ولا يخرج معهم. هذا فرق بين الغزوة والسرية. الغزوة ما خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية هي التي يرسل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة ولا يخرج معهم. فهذه أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وغزوة الأبواء بعد في صفر، أي في شهر صفر السنة الثانية، لأن شهر صفر يكون ترتيبه شهر كم؟ الأول، الثاني، الثالث، أو الأخير في السنة الهجرية؟ شهر ترتيب أول شهر في السنة الهجرية ما هو؟ محرم، ثم صفر. إذن الشهر الثاني من السنة يعني الهجرية شهر صفر، وهو يعني حصلت هذه في السنة الثانية من الهجرة، في شهر صفر. هي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء يعني عن بعض الصحابة يعني أن أول غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هو العشير، كما سيأتي يعني ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الغزوة. فقالوا أنه أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي معه، لأن الصحابي هذا ذكر يعني هو زيد بن أرقم. قيل له: كم غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17 غزوة، وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ 19 غزوة كما سيأتي معنا. قال: هذا وفي الثانية الغزو اشتهر، أي في السنة الثانية اشتهر الغزو، كثر الغزو لأجل يعني تخويف المشركين، وكذلك يعني تقوية للمسلمين، وبعث الرهبة والخوف في قلوب المشركين. قال: إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول إلى بواط، هذه أيضا غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. بواط بضم الباء، إلى بواط. فهذه يعني مكان يعني قرابة 75 كيلو شمال قرب المدينة، يبعد ب75 كيلو. هذه غزوة بواط. وتقدم معنا أن الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الغزوة هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بواط حين بلغه أن عيرا لقريش آيبة من الشام، أي راجعة من الشام إلى مكة، فيها أمية ابن خلف 100 من قريش 2500 بعير. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في 200 من المهاجرين والأنصار، فوصل جيش المسلمين إلى بواط. ولكن عيون قريش، أي الذين يعني كما يقال يعني الذين يرسلونهم ليتفقدوا الطريق، يرسلونهم لينظروا إلى الطريق، المخبرين الذين ينظرون في الطريق، ماذا حصل في الطريق، هل هناك عدو في الطريق، هل هناك شيء في الطريق. فهؤلاء علموا بذلك، فأخبروا القافلة، فأسرعت القافلة وسلكت طريقا غير طريق القوافل المعبد. يعني كانت تمر مثلا القافلة ستمر إلى هذا الوادي بواط، فلما علمت قريش يعني الأناس الذين قبل القافلة، في أناس يمشون قبل القافلة ينظرون هل هناك عدو، هل هناك يعني من يتقطع للقافلة، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأصحابه إلى بواط،
فأسرعت القافلة وسلكت طريق آخر، لم تأتي في الطريق الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القافلة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاتل ولم يلقى شيئا. قال إلى بواط ثم بدر ووجب. بدر الصغرى، هذه بدر الصغرى، لأنه سيأتي معنا غزوة بدر الكبرى، وأيضا لا، هذه بدر الأولى، سيأتي معنا غزوة بدر الكبرى، وسيأتي معنا غزوة بدر الصغرى. 3 غزوات تسمى بدر. هذه الأولى، هذه بدر الأولى، تسمى بدر الأولى. كما سيأتي هناك بدر الكبرى، هي الغزوة المعروفة التي تسمى يوم الفرقان، والغزوة الثالثة التي تسمى بدر الصغرى، التي وعد فيها أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم وقال سنلتقي بعد سنة بعد غزوة أحد. فهذه تسمى بدر الأولى. وتسمى أيضا يسميها أهل السير بغزوة كرز بن جابر الفهري. وسببها أن هذا الرجل من قريش اعتدى على مواشي مراعي المسلمين حوالي المدينة، فاستاق من الإبل ومن الأغنام التي كانت للمشركين حول المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب من جند المسلمين لمطاردتهم، ولكن فروا أي هربوا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. ثم قال ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب، أي في هذه السنة، في السنة الثانية، في نصف رجب، وقيل في شعبان، لكن هذا والأقرب كما ذكر بعض أهل السير. وذلك لأن النبي صلى الله عليه لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تحول القبلة بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ب16 أو 17 شهر، 16 أو 17 شهر. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة في شهر ربيع أول، في شهر ربيع الأول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بداية أمره أيضا كان يصلي إلى بيت المقدس، وكان يحب أن يصلي إلى الكعبة، كان يحب أن يصلي إلى الكعبة، إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء لعل الله ينزل بوحي فيأمره أن يغير القبلة إلى الكعبة، استجاب الله عز وجل، أو فأنزل الله عز وجل بتغيير تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره،
وجوهكم شطرة. فانتقلت القبلة إلى الكعبة، وكان أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة هي صلاة العصر، صلاة العصر. ومر رجل بأهل قباء وهم يصلون، يعني هذا أهل قباء في صلاة الفجر اليوم الثاني يصلون إلى بيت المقدس، فقال إنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل أن نصلي إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة. يعني هنا المدينة، هنا المدينة في يعني شمال الكعبة، وهنا بيت المقدس وهنا الكعبة. كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فجاء وهم في الصلاة في صلاة الفجر، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يصلي الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة إلى الكعبة، استداروا. وهذا يعني فيه جواز يعني الحركة لمصلحة الصلاة، جواز الحركة لمصلحة الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: من بعد ذا العشير يا إخواني، وفرض صوم الشهر في شعبان، وفرض صوم الشهر في شعبان. من بعد أي من بعد تحول القبلة، من بعد ذا العشير أي من بعد تحول القبلة غزوة العشير. تقدم معنا يعني جاء يعني عن أظن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أول غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم يعني العشير. تقدم معنا أن هذا محمول على أنه أول غزاة هو غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغيرا قبل ذلك لم يخرج إلى الغزو. العشير بضم العين من بعد ذا العشير، وهو واد يسمي باسم شجر ينبت فيه، شجرة تسمى العشير، سمي الوادي باسم هذه الشجرة التي تنبت فيه. يا إخواني أي في السنة الثانية، واختلفوا في الشهر. وفرض صوم الشهر في شعبان أي فرض شهر فرض صوم رمضان كان في السنة الثانية في شهر شعبان، كان في السنة الثانية في شهر شعبان فرض صوم رمضان. صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، صام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أكثر ما صام النبي صلى الله عليه وسلم يعني 29 يوم. ذكروا أنه لم يصوم 30 يوم إلا مرة، إلا سنة واحدة. أكثر ما كان يعني ما وافق صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم 29 يوما. فمن صام 29 يوم يعني إذا رأوا الهلال فقد أكمل الشهر، فليس بناقص الشهر. هذا من الخطأ، يعني تنبيه إن كان خارج الدرس، من الخطأ أن يقول صمنا يعني رمضان ناقص هذه السنة، خطأ، هذا من الخطأ. إذا صام الناس مثلا يعني رمضان 29 يوم، رأوا الهلال دخوله ثم رأوا هلال خروجه، هذا هو أكمل رمضان، لا يقال صمناه ناقص، خطأ، هذا كامل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته أي لرؤية الهلال. فالعبرة بالرؤية، برؤية الهلال، العبرة برؤية الهلال في ابتداء الصوم وفي انتهائه. وهنا أيضا يعني مما يعني
يذكر وينبه عليه، ونبه عليه العلماء مسألة الحساب. لا يصلح أن يعتمد الناس على دخول رمضان وخروجه فقط على الحساب، لا يعتبر هذا. النبي صلى الله عليه وسلم علق مسألة دخول الشهر، شهر رمضان، ومسألة خروجه كذلك يعني جميع الأشهر بالرؤية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا تراءى الناس الهلال فرأوه ابتداء الشهر صاموا، ثم وإذا تراءى الناس الهلال ولم يروه، هناك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل اعملوا بالحساب، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، ثم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، يصوم رمضان. وكذلك في انتهاء شهر الصوم، انتهاء رمضان، قال: وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم ماذا يقال؟ فأكملوا العدة 30، أكملوا عدة رمضان 30. يتراءى الهلال في ليلة 29، ينظر الناس إلى الهلال، فإن رأوا أفطروا، وكان رمضان كامل، إن كان 29 يوم هو كامل، شهر كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني إنا لا نعرف، يعني إن أمة يعني أمية، لا نعرف، لا نحسب ولا نعرف، إنما يعني أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما نحسب الشهر هكذا وهكذا 3 مرات، يعني 30، أو هكذا وهكذا وهكذا، أي 29. فيعني رمضان فرض في السنة كم؟ في السنة الأولى 10 من الهجرة، أو الأولى من البعثة، أو الثانية من البعثة، أو الثالثة في السنة. النائمون كنتم ماذا؟ في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.